الحاجة المؤسفة الفترة الأخيرة هي إننا بنمشي ورا دماغ أي حد وبنلغي عقلنا تماما. والأبشع من كده إن إحنا مفكرين اللي إحنا بنعمله ده هو الصح. إيه يعني لما أمشي ورا دماغ صاحبتي مثلا؟ ما هي كده كده مش هتتمنى ليا إلا الخير. المشكلة بقى مش إنها بتتمنى ليا الخير أو كل الفكرة أو كل الموضوع هي فين شخصيتي أنا في اتخاذ قراراتي اللي بتخصني. اتعود يبقى لك شخصية في اتخاذ قراراتك أنت ومفيش حد يتدخل فيها. اتعود يبقى ليك شخصيه وسط اصحابك، وسط زمايلك في الشغل، وسط اي حد. صدقني الموضوع هيفرق معاك جدا. خليني اقول لكم على 5 خطوات هتفرق معاكم جدا جدا جدا، ان انتوا لو اتبعتوها هيبقى ليكوا شخصيه محترمه وسط الشغل، وسط الزمايل في الجامعه، صحابك، وسط اهلك، وسط عيلتك، وسط اول حاجه من ال5 خطوات دول هو ان انا اتعلم من اخطائي اللي فاتت. ما ينفعش ان انا اعمل الغلط وارجع اكرره تاني. ما ينفعش ان انا اتخذ قرار بيخصني وارجع اعيده تاني، لو القرار ده خصوصا لو طلع ان هو قرار خطأ او ان انا ما احسنتش الاختيار فيه. تاني حاجة ومن اهم الحاجة لازم اعيد النظر في اصدقائي او اصحابي اللي انا بتعامل معاهم يوميا. ما ينفعش ان انا ابقى عارفة ان في صديق بيدلني على الغلط او بيدلني على حاجة مش كويسة وبرضو افضل امشي وراه او ان انا اصاحبه. تالت حاجة والأهم هي إني لازم أحسن الاختيار. ما ينفعش إن أنا يبقى فيه صاحب مش كويس واروح اتصاحب معاه او امشي معاه او اديله الثقه الكامله، او ان انا احكي له على حاجات شخصيه خاصه بيا، او ان انا اشوره في اتخاذ قرار مهم في حياتي. رابع نقطة واللي أنا بشوفها برضو مهمة هو إن أنا لازم أكون فخور بعيوبي قبل ما أكون فخور بنفسي. يبقى لازم أكون فخور بعيوبي، فخور بنفسي جدا بالإنجازات اللي أنا بعملها. خامس حاجة لازم أخلي السعادة هي أولوية لحياتي. أشوف الحاجة اللي بتسعدني وأبدأ إن أنا أعملها. الحاجة أو الطاقة اللي هلاقيها جايبالي سلبية أو الحاجة اللي هتلاقيها جايبالك طاقة سلبية ابعد عنها تماما. وزي ما قلت إن الصحاب بتفرق جدا جدا في الموضوع ده. وصدقوني ال5 خطوات دول من اهم الخطوات اللي انا جربتهم وفعلا فعلا هيخلوك ازاي تبقى شخصية قوية وازاي تتخذ قرار وتعتمد على نفسك وعلى دماغك انت مش دماغ اصحابك.